في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا مقدمه ديال اكسل، كيفاش بالاخص غادي نشوفوا اول استعمالات ديالنا معاه، كيفاش اننا نكريو اولا نصنعوا واحد الملف جديد ديال اكسل. اول حاجه كنمشيو للدوسي اللي غنخدموا فيه اكسل. يعني مثلا حنا جينا لهنايا، اول طريقه اللي هي كنصوبوا بها والوحيده تقريبا اللي كاينه هي اننا كنقوموا بالضغط على الزر ديال الايمن ديال لا سوري، كنجيو كنختاروا هنايا اكسل. اون فوا كنكليكيو عليه كيعطينا اول حاجه كيطلب لنا هي ندخلو الاسم ديال اكسل الفيشي اولا الملف. فيكفي اننا كمثال كنسميتو 01. فاول واحد بعض المعلومات اللي كنلاحظوهم في الاول هما هادو، يعني ملي كنحطو لا سوري على الملف كيعطينا النوع ديال الملف هو فوي دو كالكول مايكروسوفت اكسل. اللي خصو بهذا في الملف اللي هو انس، لاطاي ديالو اللي هي 6.04، واخر مره تم التعديل عليه، يعني لو موديفي لو كيعطيك لا دات. دابا غادي نفتحو الملف باش نشوفو كيفاش كيكون من الداخل اول مره. كما لاحظنا فهو اكسل هو واحد البرنامج اللي كيعطينا واحد لو طابلو، كيعطينا واحد الجدول فيه بزاف ديال الخلايا. هاد البرنامج هذا كيعاوننا اننا نخدمو على كاع لي دوني تقريبا، وكيعاوننا يعني لوبجيكتيف ديالو او الهدف الاولاني ديالو هو الحساب، كيعاوننا في الحسابات، كيجي على فورما ديال الطابلو باش يعاوننا في الحسابات. اول حاجه كنشوفوا هاد لي سيلول، فملي كنختاروا شي سيلول اولا شي خليه فاوتوماتيكمون اكسل كيدور عليها بالخضر باش كيقولنا بان هذه هي لا سيلول اولا الخليه اللي كنخدموا عليها. وكما لاحظنا حتى هنايا كيعطينا اللون ديال هذا العمود واللون ديال السطر حتى هما بالوان مغايره، يعني حتى هما بالخضر هكا باش كيعني بانه زعما راه هذيك الخليه راه كاينه في العمود او وفي لا لين 8. هادشي اللي كيسمح لنا اننا يكون عندنا واحد السيستم ديال لادريساج اولا واحد السيستم ديال العنوانه كما كيقولوا باللغه العربيه، يعني اي خليه عندها عنوان. في هذه الحاله هذه كما قلنا الكولون او، يعني العنوان ديالها هو هاد الكولون او ولا لين 8. مثلا الا بغينا نجيو لهادي اللي هي ب 5 يكفي اننا نجيو هنايا ونكتبوا له ب 5، فاوتوماتيكمون غادي يمشي لينا هو، لان كنتعاملوا معاه مباشره، سواء نتعاملوا معاه من هنايا سواء كنختاروها بيدينا وكنمشيو لينا بلا سوري. فهذا اول حاجه كيخصنا نعرفوها، هو ان يعني اكسل هو واحد الطابلو كيمتاز بواحد المجموعه ديال لي كولون وبواحد العدد ديال لي لين. فهذه اول حاجه. وباش اننا مثلا نكتبوا في هاد لا كولون هادي او لا في هاد لا سيلول هادي يكفي اننا نختاروها بلا سوري ونكتبوا فيها مباشره، اولا كنكليكيو عليها نختاروها وكنكليكيو هنايا، وهنايا كتخلينا اننا نكتبوا مباشره. كاين واحد لو تروك بحال دابا مثلا الا كليكيت هنايا وجيت عند التحتانيه بلا ان بغيت نموديفي فيها، فعندي الحق انني موديفي من هنايا، ولا مشيت حتى موديفيت مباشره يعني كتبت فيها فانه كيمسح لي داك لا فالور القيمه الاولانيه وكيكتب لي قيمه جديده. فباش انني ما نطيحش في هذا الموقف هذا يكفي انني نبرك على F2 اللي هي F2 في الكلافي، نكليكي هنا على F2 فانه غادي يسمح لي انني نموديفي بلا ما يمسح. فهكا هاد لو تروك هذا كيعاوننا باش اننا نتجنبوا الاستعمال ديال لا سوري بزاف، يعني ماشي اي لحظه بغيت نموديفي خصني نجي لهنايا. فوا كنكليكي على F2 فانه مباشره يسمح لي انني موديفي تما النيت بلا ما نبقى ماشي ماشي. جمعت بعض المعلومات اللي مهمين لينا باش اننا ناخدو فكره يعني شويه شامله وواضحه على اكسل، باش الانسان كيعرف الاستعمال ديالو كيفاش داير. دونك اول معلومه اللي بانت لي مفيده هي لو نومبر توتال دو لين، يعني عدد الاجمالي اولا الكلي، يعني شحال عندنا ديال لي لين، شحال مسطر عندنا من واحد حتى لين كيحبس. عندنا 1,048,576 لين، دونك كنمشيو من هنا من واحد حتى 1,048,576. ولي كولون كما هما هادو الاعمده فكيبداو لنا من ا بي سي، وعندنا 16,384 عمود اولا كولون. والاختلاف بيناتهم باش كيمتازوا هما انهم كيمتازوا
بالاحرف، كنقدروا نبدلو فيهم نرجعو نتاهم ارقام، ولكن ماشي في لافيشاج، يعني ماشي هنايا، وانما في الطريقه ديال لادريساج، وداكشي ان شاء الله غادي نوصلوا له غادي نشوفوه. فهنايا كيكون عندنا 16384 عمود كاين لهاد الجهه، يعني وكما كنلاحظوا كل ما مشينا يعني لهاد الجهه، ملي كنساليو مثلا الاحرف من وحده، يعني ما كيبقاش كيكتب لنا حرف واحد، كيولي كيكتب لنا جوج الحروف، كيولي عاود بحال من الاول ا بي ا سي ا دي، وهو ماشي. ملي كيتساليو ثلاثه الاحرف جوج الاحرف كيطلع ثلاثه الاحرف وهي ماشى، يعني نفس الطريقه ديال بحال كتعاود. Le nombre maximal de caractères qu'une cellule peut contenir، يعني اي سيلول او اي خليه شحال من عدد ديال لي كاركتير ديال الاحرف اللي كتقدر تاخذ، فهي كتوصل 32767 حرف، يعني نقدروا نكتبوا كما كنلاحظوا هنايا 32000 خداها على اساس انهم احرف ماشي ارقام، يعني الا بغينا نحسبوا هذه نزيدوا عليها شي حاجه فكيعطينا مشكل. يعني هنايا غادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش اننا غادي نخدموا على داك المعلومات كيكونوا عندنا مكتوبين هنايا، كيفاش ارقام كيوليو تكست، يعني ما كيتحسبوش، كيوليو على اساس انهم احرف. عندنا لو نيفو دانيولاسيون هو مثلا ملي كنكونوا بحال دابا انا هنايا في هذه الحاله كتبت شي حاجه غلطه، وبغيت مثلا نصلحها مثلا، فيكفي انني نجي نضغط هنايا فهو غيمسحها. هاد الحاله هادي هاد لوبسيون هادي كتنفعنا مثلا ملي كيكون عندنا شي طابلو كبير وبالغلط كنكونوا كتبنا في شي بلاصه وما عرفناش شنو موديفينا، شنو بدلنا في داك البلاصه، فيكفي اننا نجيو نكليكيو هنا كيعاود يصلح لنا الخطا. يعني هذا انولي، وهنا في هاد الحاله عطاني انولي السيزي، اولا كنديرو كونترول زد. اكسل كيعطينا تقريبا 100 نيفو دانيولاسيون، يعني 100 نرجعوا للور اولا نزيدو القدام. بعد ساعات كنكونوا مثلا صلحنا شي خطا وبالغلط عاود رجعنا للور وبغينا نزيدو القدام، فاننا كنجيو لهنايا وكنديرو عاوتاني كونترول ايكغيك كيزيد بينا القدام. عندنا لا دات لا بلو ريسونت اوتوريزي بور لي كالكول، في هاد الحاله هادي خارجه لي بهاد الطريقه هادي، غنبدل لها الفورما ديالها باش تبان لنا مزيان. كيقولك اخر دات يعني اللي تقدر تستعملها في اكسل في هاد الساعه هادي اللي هي 31/12/9999. فيعني هادوما المعلومات اللي قدرت نجمع بانوا لي شويه مفيدين بالنسبه للناس باش تعرف يعني شنو هما الحوايج اللي كيتعامل بهم اكسل والحدود ديالو. وكنتمنى ان شاء الله تكون الفكره الاولانيه على اكسل تكون واضحه، وما تنسوناش من الدعاء، ربي انه يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بداكشي اللي علمنا ان شاء الله باش رحمه الوالدين. وشكرا بزاف، وان شاء الله مازال نشوفوا اكسل حتى ما يبقاش فيه داك الغموض، يولي فيه واحد السهوله وواحد الوضوح اللي هو سهل اكثر من السهل ان شاء الله باذن الله.